هلو شون. أنا فراو نور سعيد، وأنت بتشوفني في الفيديو الثالث من سلسلة كورس النطق والقراءة باللغة الألمانية. لحد دلوقتي انت شفت فيديوهين وده هو الفيديو الثالث. خليني افكرك بالطريقة اللي احنا بنشتغل بيها. هو اللي انا بقرأ لك الحرف وبديك 3 امثلة عليه، وانت بعد ما بتسمعني وانا بقرأ ال3 امثلة وترجمهم بتبتدي في المرة التانية تقرأ معايا علشان تعرف تقرأ الحرف صحيح والكلمات اللي على الحرف دي. يلا بينا. الحرف اللي فاضل، ال3 اللي فاضلين لنا هما: اول واحد اكس. اكس زي اكسليفون. اكسليفون اللي هو الاكسليفون. فوكس. فوكس. زكس. زكس. ياخد بالي من ملحوظة صغيرة ان 3 حروف دول سي ها اس. سي ها اس بيتقرأوا كأنهم اكس، عشان كده بقول فوكس. زكس. طيب فوكس اللي هو الثعلب، والزكس هو رقم 6 باللغة الألمانية. نسمعهم مرة كمان. اكس. قول معايا: اكس. اكسليفون. اكسليفون. فوكس. فوكس. زكس. زكس. تمام. الحرف اللي بعده هو إبسلون. اسمه إبسلون، ودوا اسمه ولكن ليه كذا صوت للقراءة. والصوت الأول هو ي. ي زي يخت. يخت، وهو اليخت. أو أو زي سوريان. أو. أو. سوريان. سوريان سوريا. إيجيبتن. إيجيبتن، أظن أخد بالك منه. إيجيبتن. إيجيبتن هي مصر، وسوريان هي سوريا. يخت اليخت. مرة كمان اسم الحرف ايه؟ اسمه إبسلون. وبيتقرأ ازاي؟ يا اما ي زي يخت، قول معايا يخت، او او زي سوريان. سوريان او إيجيبتن. إيجيبتن مصر. برافو عليك. الحرف الأخير هو التست. تست اسمه ايه؟ اسمه تست. بيقرأ ازاي؟ بيقرأ تس. تس زي تسوك. تسوك. تسوك يعني قطار. تسوك. تسوكا. تسوكا. تسوكا يعني سكر. تسوكا يعني سكر. تسو. تسو اللي هي حديقة الحيوان. نقرأه مرة كمان مع بعض. الحرف اسمه ايه؟ اسمه تست. اسمه ايه؟ تست. بيديني صوت تس. تس. ت س. ت سين. تس. تسوك. تسوكا. تسو. وبكده بنكون خلصنا الحروف الأبجدية. زي ما قلت لك اللغة الألمانية فيها 4 حروف مش موجودين في اللغات التانيين، والحروف التانيين دول اسمهم الأوم لاوت. تعالوا ناخدهم مع بعض نشوف ازاي بيقرأوا وايه الصوت اللي هو بيديهولي. طيب ايه هما بقى الأوم لاوت؟ عندي 4. أول واحد بيبقى عبارة عن حرف ال A أو ال A وعليه نقطتين، O وعليه نقطتين، U وعليه نقطتين، و S اتسات. طيب انت زي ما شايف هي وعليها نقطتين، لكن ما بتتقراش امال بتتقرا ايه؟ بتتقرا ايه. ايه. طيب زي ايجيبتن. طيب خلينا نبقى عارفين بس ايه اللي انا كاتباه ده لو هي تتكتب كبيره جروس، ولو بتتكتب كلاين صغيره. وباللغه الانجليزيه بنقول عليها كابيتال على الايه الكبيره الجروس، وباللغه الانجليزيه هنا بنقول ايه؟ سمول. تمام. طيب يبقى بنكتبها كبيره ازاي؟ اوملاوت بنحط عليها وعليها نقطتين، او زي ما انت شايف بالشكل ده. لو انا بكتب مثلا بالموبايل وما عنديش الماني في الموبايل، فممكن ان انا استبدل الاي اللي هي وعليها نقطتين بحرف اي بالحرفين دول، وبقراها طبعا اي نفس القراءه. ولكن في حاله ان انا ما عنديش في الكيبورد او في الموبايل الحروف الالمانيه، ودي بنقول عليها اوملاوت. زي ما انت شايف ده اسمها، يبقى اسمها ايه؟ اوملاوت. بتقرأ ازاي؟ بتقرأ ايه. هو ده الصوت اللي بتديهولي ايه. خلينا بقى ناخد امثله عليها. ايجيبتن. ايجيبتن زي مصر. ايجيبتن. ايجيبتن يعني مصر.
Äpfel 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 يعني تفاح، جمع تفاحة. أبفل تفاح، لكن Äpfel تفاح. Universität Universität. ملحوظة صغيرة بكم ان احنا بقى في كورس تعلم النطق والقراءة باللغة الألمانية. في اللغة الألمانية في كلمات كتيرة جدا بتكون طويلة، والحل عشان اعرف اقراها صح هو ان انا اقسمها، زي مثلا او ني فير زي تيت. Universität يعني جمع. Mädchen 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 يعني بنت girl. طيب خلينا نقرأهم مرة كمان وتحاول بقى تقول معايا. تعالى بس قبل ما اقرأهم نفتكر كده مع بعض ايه هي حروف الأملاوت. عندي أملاوت 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 وإس زد. يبقى هي اسمها أملاوت. الصوت اللي هو بتديهولي حاول كده ايه. برافو. طيب لو انا مش عارف اكتب ايه وعليها نقطتين في الكيبورد عندي في الموبايل او في الكمبيوتر هستبدلها بايه؟ سوري، هستبدلها بايه؟ بقى ايه. تمام. طيب يلا بينا. Ägypten Äpfel Universität Mädchen. برافو. نيجي بقى عند الاو املاوت، وده اسمها او املاوت، ولكن هي بتتقرأ او. ببدأ ان انا اضم بقي علشان اعرف اقولها، يعني كأني بقول او وبحط ضم عليه. انا اهو او فبقول او، بقفل بقي فهيطلع الصوت بتاعه على طول او او او، وهو ده الصوت بتاعه. زي ما قلت لك لو عايز تستبدلها بتكتب حرف الاو واي برضو. طيب خلينا ناخد الامثله. أل يعني أل يعني زيت. أستغايش 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 يعني النمسا. أستغايش نقسمها أستغايش أستغايش. hören hören أظن سمع الأو. hören hören يعني يسمع، وده فعل يسمع. möchten 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 يعني يرغب فيه، يريد شيء يعني. نعيدهم تاني مرة مع بعض وحاول تكرر معايا. أل أستغايش hören möchten. برافو. يبقى احنا كده خدنا الأ أملاوت والأو أملاوت، ودلوقتي هناخد اليو أملاوت الأو أملاوت. يلا بينا. الأو أملاوت هيتقال عليها أو أملاوت. يو أملاوت ده اسمها يو أملاوت. بتقرأ ازاي او بالصوت اللي بتديهولي؟ بتديني حرف اليو لكن بحط عليه برضو ضمه وكأن مثلا ايه بتضم بقك خالص، صوت هوا صغير خالص طالع من بقك. بونج يبقى اسمها يو أملاوت، صوتها تمام. ناخد أمثلة عليها. Übung Übung üben üben über Frühstück. طيب Übung يعني تمرين، ولكن üben حاول تسمع وتكرر ورايا. Übung قلنا يعني تمرين. üben يعني يمارس حاجة، يمارس رياضة. üben über يعني فوق أو عن. über Frühstück يعني فطار. وبكده نكون أخدنا الثلاث حروف دلوقتي الأملاوت، وآخر واحد اسمها SZ، وده اسمها SZ. يبقى انا لو هقول ده اسمها ايه هقول SZ. طيب اما بقى هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة شكلها زي ما انت شايف كده كأن حرف ب ولكن مفتوح من تحت. تمام، ما بقفلهوش خالص
وهو عبارة اصلا في الاصل عبارة عن حرف 2 اس. تمام. والصوت بقى اللي هو بيديهولي هو صوت الاتنين اس مع بعض. ملحوظة صغيرة ان الاس ست عمرها ما بتيجي في اول الكلام زي الباقي، بالعكس هي دايما على طول في الاخر، اما اند. طيب بتديني صوت ايه؟ خليني بقى ان انا اديك امثلة عليها. شتغاس، شتغاس شارع. اسمعوا وكرر ورايا. شتغاس، شتغاس. فوس، فوس، فوس يعني قدم. هايسن، هايسن يعني يدعى. فلايسش، فلايسش. زي ما تاخد بالك من فوس، هايسن، فلايسش. خلينا نترجمهم. قلنا شتغاس يعني شارع، فوس يعني قدم، هايسن يعني يدعى. انا ممكن اقول ايش هايس نورا، ايش هايس نورا. فلايسش مجتهد، يعني انت فلايسش عشان بتشوف الفيديوهات دلوقتي وبتتعلم الماني وغيرك قاعد بيلعب. وبكده نكون اخدنا الاملاut اللي موجودين في اللغة الالمانية. هنا انا كاتبالك الفوكال اي الحروف المتحركة في اللغة الالمانية اللي بيتقال عليهم في اللغة الانجليزية الفاول. الفوكال ا اي او اي اي. بعد كده عندنا اي او او اي 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 او. طيب ايه بقى اللي تحت ده؟ دي حروف مركبة في اللغة الألمانية. هو عبارة عن ايه؟ حرفين بيجوا جنب بعض بيدوني صوت معين، واكيد هنتعلمهم مع بعض. طيب هنا السؤال اللي حد يجي يقول لي الايه في زي الايه بتاعت ايجيبتن؟ لا، في الايه بتاعت ايجيبتن بتحس ان في كسر شويه في الكلام زي ايجيبتن، لكن هنا انجلش. اعتقد كده اخدت بالك من الفرق ما بين الاتنين، اوعى تتلخبط. وبكده اقول لكم خلصت فيديو النهارده، واشوفكم فيديو تاني.